سر غامض ورا وفاة 5 أطفال إخوات وفي وقت واحد، والسبب محدش يعرفه. النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتير جدا ورا وفاة الأطفال دول، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات تحت. ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكل دي من الفيديوهات. إيه حكاية الأطفال ال5 اللي ماتوا، اللي طبعا بقى حديث الشارع المنياوي وحديث الشارع المصري؟ في محافظة المنيا جه بلاغ في المستشفى إن في 5 أطفال جايين من بيت واحد. طبعا الاعراض اللي كانت ظاهره عليهم صداع، دوخه، قيء، سخونيه شديده ما بتنزلش، حاله تيبس عند الرقبه، تشنجات. طيب دول جم في وقت واحد. طب قلنا اكيد حاله تسمم، ان ما دام 5 اخوات وفي بيت واحد والاعراض كلها واحده يبقى اكيد حاله تسمم. فين الاب والام؟ الاب سليم والام سليمه، وفيما يقال انها مش امهم، انها مرات ابوهم. طيب دول سلام، والاطفال هم اللي عندهم الاعراض دول وفي حاله بالمنظر ده. طبعا 4 اول ما دخلوا ماتوا في الحال، ما استحملوش، جم اتكلموا وزاره الصحه. طبعا الناس قالت ان اكيد ده التهاب سحائي، مش معقول ال5 اطفال يموتوا بالمنظر ده. ساعتها وزاره الصحه نفت كل الكلام ده وقالت استحاله يكون التهاب سحائي، لان لو التهاب سحائي استحاله ال4 او ال5 يموتوا ورا بعض، استحاله. هتلاقي مثلا اي بني ادم واي طفل كل واحد مناعته بتختلف عن التاني، خصوصا انهم اعمارهم مختلفه، يعني 6 سنين و7 سنين و11 سنه و14 سنه، اعمارهم يعني مختلفه، فاستحاله ان هم يموتوا في وقت واحد. لو التهاب سحائي هتلاقي حد مات النهارده، حد بكره، حد بعديه بيومين، حد بعديه باسبوع، لكن ان هم يموتوا في وقت واحد ده ما ينفعش نهائي. فطبعا نفوا ان هو التهاب سحائي. طب ايه اللي حصل للاطفال دي؟ مفيش اي حاجه ظهرت ان هي مثلا تسمم او كلوا حاجه او بتاع، مفيش الكلام ده. المهم طبعا كانوا في 2 عايشين، بنتين عايشين، واحدة 11 سنة والتانية 14 سنة. طبعا جابوهم عشان يسألوهم ويستجوبوهم ويشوفوا ده حصل لهم ايه، هل كلوا أكلة مثلا، هل شربوا من آخر حد أكلهم أو شربهم. المهم طبعا لما راحوا كانوا البنتين تعبانين جدا وما كانوش قادرين خالص. طبعا لما شافوهم بالمنظر ده رجعوهم فورا للمستشفى، لكن للأسف وهم راجعين على المستشفى كان أمر الله نفذ. واحدة منهم اللي هي 14 سنة وماتت في الحال، والتانية بين الحياة والموت. وده الأمل الوحيد اللي الناس طبعا مستنية تعرف لو إن شاء الله ربنا كمل شفاها على خير بإذن الله، ربنا يشفيها رب ويعافيها وتقوم بألف سلامة. طبعا هيسألوها هل كانت حاجة من إيد حد، هل شربت أي حاجة. محدش عارف إيه السر ورا وفاة الأطفال دي، حتى لو حد عمل لهم حاجة، يعني بأي ذنب يقتلوا أطفال زي دي؟ ذنبهم إيه إن هم يقتلوهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم انتقام شديد جدا من اللي عمل فيهم حاجة زي كده. فطبعا الغريب في الموضوع طبعا برضو إن الأب والأم عايشين، مفيش حاجة حصلت لهم. طيب هم بس اللي كلوا، هم بس اللي شربوا؟ يا ترى إيه اللي حصل؟ يعني تخيلوا صداع ودوخة وحساسية وتشنجات وتيبس في الرقبة وصداع وحاجات كتير قوي. طبعا محدش فاهم حاجة ومحدش عارف حاجة، وكله عمال يسأل ايه اللي بيحصل وايه اللي ورا السر الغامض ورا وفاة ال5 أطفال دول. وطبعا الحاجة الغريبة في الموضوع ان البنتين كانوا تعبانين تعب شديد جدا، ومع ذلك خرجوا من المستشفى بالمنظر ده عشان يستجوبوهم ويحققوا معاهم. مفروض ان هم في الحالة دي ما كانوش خرجوا خالص من المستشفى لحد ما يتم شفائهم على خير وبعد كده يستجوبوهم. طبعا الأمل الوحيد هنا البنت الأخيرة اللي هي بين الحياة والموت، ربنا يكمل شفائها. هتقول آخر تفاصيل حصلت، هل كانت حاجة، هل شربوا حاجة من ايد حد. طبعا ده كله هنعرفه ان شاء الله، وربنا يا رب يتم شفائها. يا ريت تدعوا لها بالشفاء، وربنا يا رب يرحم الاطفال اللي ماتوا دول، وربنا يصبر قلب اهلهم لو هم ما لهمش اي ذنب في اللي حصل لاولادهم، وربنا ينتقم لو في شبهة جنائية ورا الموضوع. طبعا ما فيش حد ظهر من الاب او الام، وفيما يقال انها مش الام، انها مرات اب. طبعا ما حدش ظهر فيهم خالص ولا اتكلم في حاجة، كل اللي بيظهر وبيتكلم هو عمهم فقط. فطبعا كل ده هنعرفه قدام، لان طبعا ما ينفعش حاجه زي كده تستخبى، لان الناس بتبقى بتسال اسئله كتير. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى هل دي اعراض مرضيه ظهرت؟ هل مثلا فيها شبهه جنائيه؟ فالناس عايزه تطمن وعايزه تعرف ايه اللي حصل، وكل ده هنعرفه قدام ان شاء الله لما نتيجه المعامل المركزيه تظهر، وان شاء الله لما البنت برضو ربنا يتم شفاءها على خير وتقول ايه اللي حصل في اخر حاجه حصلت لهم واخر تفاصيل في حياتهم. ربنا يا رب يرحم الاطفال اللي اتوفت،
وربنا يا رب يكمل شفاء البنت الأخيرة على خير وتطلع على خير بإذن الله. وإن شاء الله أي حاجة هتظهر وهتبان لو هي شبهة جنائية أو مثلا أعراض ظهرت فجأة مثلا عليهم، لكن وزارة الصحة أكدت ونفت إن استحالة يكون أعراض مرضية، لأن لو في عرض مرضي استحالة يموتوا في وقت واحد، لأن كل واحد مناعته بتختلف عن التانية، وغير إن هم أعمارهم مختلفة، فكان ممكن حد مثلا يموت تاني يوم، حد تاني بعدها بيوم حد تالت يموت، لكن ورا بعض دي استحالة يكون أعراض مرضية. كل ده هنعرفه قدام ان شاء الله، وربنا يا رب يظهر الحقيقه. ولو فيها شبهه جنائيه حسبي الله ونعم الوكيل في اي مؤذي، لان دول في الاول وفي الاخر اطفال ما لهمش اي ذنب. طبعا التفاصيل دي كلها هنعرفها باذن الله، تابعوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.